الكابتن ابراهيم سعيد في برنامجه بلس شيكابالا، لان هو طبعا ما وراهوش حاجه الا الكلام عن شيكابالا، فاحنا هنسمي برنامجه بلس شيكابالا. هو كده كده محدش يعرف اسم البرنامج بتاع الكابتن ابراهيم سعيد ايه. ما لقاش حد يقعد يعوم على عومه مع شيكابالا، يجيب صلاح سليمان يدافع عنه ويقول له ده اسطوره فيتجنن، يجيب مش عارف مين يقول له ده اسطوره فيتجنن. فقال لك انا عايز واحد بيلعب في الزمالك يجي ويقول شيكابالا وحش. قعد يدور لحد ما لقى واحد لعب في الزمالك 5 دقايق اسمه رضا العزب، ما بيظهرش ما بيبانش زي ما كان حاصل له كده. فعلشان لقمه اكل العيش قال له انا هجيبك اقول لك شيكابالا وحش تقول لي اه وحش، اقول لك مين احسن لعيب في مصر تقول لي امام عاشور، اقول لك شيكابالا مش اسطوره تقول لي اه مش اسطوره اصل ما قدمش حاجه لمنتخب مصر. بس الفكره ان كابتن ابراهيم سعيد ما ذاكرش رضا العزب لما طلع قبل كده قال ايه عن شيكابالا، زي ما هو ذات نفسه طالع بشخصيتين. ابراهيم سعيد شويه انا زملكاوي وببوس الفانيلا، الاهلي مش عارف عمل فيها ايه وايه، وبعد كده كانه بني ادم تاني، لا انا اهلاوي، لا ده الزمالك وحش، لا ده الزمالك كوخ. فجاب رضا العزب. رضا العزب هوريكم وقال ايه على قناه الزمالك. خالد الغندور بكل وضوح قال له شيكابالا احسن موهبه جت في مصر، قال له اه احسن موهبه جت في مصر، ده بيعمل حاجات غريبه في الكوره، انا كنت بلعب قدامه كنت بلاقيه بيجيب اجوان ما بيجيش، ده سريع جدا، ده قوي جدا، ده بيطلع نار من بقه، على قناه الزمالك. وهوريكم الفيديو اللي هو قاله. مفيش كشيك. هو طبعا في الكوره ما فيش، ده احسن لاعب في مصر، حتى لو دلوقتي ما بياخدش ماتشات كتير والكلام ده، ما بيجي تحس اللي هو واقف على رجله كأنه بيلعب بقاله سنه. هو الجون اللي جابه ده ما فيش حد بيعرف يجيبه، اللي هلعب باك رايت ودي يبقى جنبي، كان على طول هيخليني اروح انفرادات. ما دي حقيقه، هو بيعرف. يعني انت شايف ان ده افضل موهبه جت طبعا في مصر، وكمان ما ينفعش اصلا يطلع من الملعب. زي ما شفتوا الكلام اللي اتقال. طيب دلوقتي كابتن رضا العزب ما لقاش حد يطلعه في برنامج، فابراهيم سعيد قال له انا هجيبك وممكن اطلعك معايا كل اسبوع، بس هتعوم على عومي، تيت 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 تربت تيت طبل بيب بيب اهلي. وهو ده اللي كابتن رضا العزب عمله. اوريكم كلامه مع ابراهيم سعيد في اخر الفيديو. بس الرساله هنا ان قد ايه شيكابالا تعب ابراهيم سعيد، قد ايه شيكابالا واجع ابراهيم سعيد. وبرضه يعني يا اخي ده من كتر الوجع لما ما لقاش حاجه يقولها قال لك انا في يوم من الايام ابراهيم سعيد بقى في يوم من الايام كنت طالع من الاستاد فلقيت شاب صغير لقيت شاب صغير وقفني قال لي انا بحبك يا كابتن ابراهيم ونفسي العب معاك بس انا مسافر اليونان. يعني طبعا ده حوار منطقي طبعا ما بين واحد هو هيوقف لاعب كوره ويقول له كده، تمام هنكمل الحوار بس انا مسافر اليونان. فقال له يا حبيبي هو انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي شيكابالا. وهو ما كانش يعرف شيكابالا، سبحان الله، وشيكابالا اللي كان بيتمنى. لا والجديد كمان ان تقريبا من كتر الوجع ما بقاش يقدر يقول عليه شيكابالا، بقى يقول محمود عبد الرازق. تقريبا كلمه شيكابالا خلاص ما بقاش يقدر يستحملها. فانتوا قولوا له شيكابالا عشان بيخاف منها. يعني انا لما جيت اتكلمت هاجمت شيكابالا، ما بهاجموش في الكوره. انت راجل دلوقتي معلش برضك لازم تبص للكابتن حازم. انت شايف ان محمود عبد الرازق اسطوره زي ما جمهور الزمالك بيقول؟ لا هو اسطوره لنفسه، يعني هو يعني لنفسه هو. بص انا ما كنتش عايز اجيب سيرته لان الناس بتقعد تقول لك مش عارف انت بتتكلمش غير عليه، بس هو طبيعي الحدث يعني. هو كابتن مش عارف هنتكلم على التنس. هو معلش هو راجل عمل لنفسه، ولا عمل معلش لنادي الزمالك ولا عمل لمنتخب مصر، ولا هي ده، ولا انا بتكلم كلام وخلاص؟ دي الحقيقه صح. هو راجل عمل، ما خدش دوري ابطال ولا خد حتى ولا لعب حتى منتخب مصر اساسي مثلا، خد بطوله دوري. معلش وانت لو جيت قلت لي اسطوره اقول لك ايامكم مش هلعب عشان ابو تريكه موجود، مين اللي لعب على ابو تريكه؟ انا سالت امبارح كابتن صلاح سليمان كان معايا في حلقه معاه امبارح، فبساله فبقول له ما كانش ينفع يلعب في الجيل بتاعنا، فقال لي لا كان ممكن يلعب في مكان ابو تريكه او مكان زيدان. نعم هو قال كده والله العظيم. طب هو اللي بيعمل احترامي ليه يعني، هو وجهه نظره، هو خد فرص مع المنتخب. هو اللي بيعمله مع نادي الزمالك كان بيعمله في المنتخب بمعنى برضه اللي هو بيعدي ويروح ويشوط ويعدي من 1 و2 و3 كان مش هيسيبه. صح. ابو تريكه كان بيعمل حتتين في المنتخب، بيعمل الكلام ده، وفي النادي الاهلي بيعمل الكلام ده. يبقى ما فيش مقارنه. انت لو جيت قارنت ما فيش مقارنه يا كابتن. ده هو ولا ابو تريكه؟ لا ما فيش مقارنه. هو ابو تريكه انا لعبت قصاد الاثنين، مفيش مقارنه. بص انا يعني معلش انا راجل ابو تريكه مع احترامي في مكان لوحده تاني خالص يعني. شفت الملعب ده كده ابو تريكه ياخد جنب كده. فزي ما انتم شايفين هم بيحاولوا يقحموا ابو تريكه في الموضوع علشان يقللوا من شيكابالا، مع العلم ان شيكابالا في 2010 كان هداف الدوري وكان احسن لعيب في الدوري وجاب اجوان ما شفتش لعيب جاب اجوان زيها.
وما راحش المنتخب، وابو تريكة اللي راح وما خدش فرصته في المنتخب اللي هو بيقول لك خد فرصه. انا مش عارف شيكابالا حرق الكابتن ابراهيم ليه، الاسطوره بتاعتنا شيكابالا، واتمنى الدعم من اخواتي الزملكاويه، وبالتوفيق النهارده في ماتش دريمز ان شاء الله، ونفرح مع بعض بالكونفدراليه.